السلام عليكم. بصوا يا حبايبي، السلام عليكم، عاملين ايه؟ عايزه بس اوريكم حاجه كده. آه مش عارفه والله اقول لكم ايه. انا يعني في حاله لا يرثى لها زي ما بيقولوا. بس حبيت ايه اوريكم واعرفكم. علشان ايه احذر الناس، او الناس تاخد بالها، او علشان اوريكم الوضع اللي احنا وصلنا له، والوضع اللي احنا بقينا فيه. صلوا على النبي كده يا حبايبي. طبعا انتوا عارفين ان انا ام هنا، وفي ناس متابعاني وعارفه قناتي، وعارفه هنا، وعارفين المحتوى اللي هنا بتقدمه، وبيدعموها والكلام ده كله. فانا منزله الفيديو دوت، طبعا مش للقناه خالص. انا منزله الفيديو ده والله اوعي فيه الناس واوريهم حجم المصيبه اللي انا فيها، وعلشان الناس تعرف. عارفين يا جماعه مشاريع الاسكان؟ انا كنا كنت يعني ايه، شقتي اللي انا اتجوزت فيها تمام. كل واحد بقى بيعوز يطور من نفسه كده. وكان شغل جوزي هنا في اكتوبر، وانا كنت ساكنه في بعيد عنه خالص. فكان جوزي بيضطر ان هو بيجي يومين في الاسبوع بس كده، يعني مثلا ايه، بيجي يومين وما بيلحقش يقعد معانا انا والولاد، وكانت حياتنا بايظه تقريبا يعني. اللهم لك الحمد. فقلنا ان الحل ان احنا لازم ايه، نقرب المسافات ونبقى موجودين في مكان واحد، والكلام ده كله تمام. فنعمل ايه يا ولاد؟ فهو شغال في اكتوبر. فطبعا انتوا عارفين الشقق وراحت في داهيه، والدنيا عامله ازاي، والمصاريف والبلاوي السوداء طبعا الايه اللي احنا فيها دلوقتي. والاسعار والكلام ده كله. معلش انا مرتبكه في الكلام شويه، سامحوني. بس انا في حاله، انا كنت طبعا ملاحظين من صوتي ان انا كنت بعيط. بس انا والله والله عامله الفيديو علشان عايزه اوعي الناس واعرفهم، وحد يفهمني يعني احنا وصلنا لفين، المأساة اللي احنا فيها، اللي احنا وصلنا لها. جينا هنا. فطبعا مش هنعرف ناخد شقه كده تمام. احنا الحمد لله مستورين من الطبقه الوسطى اللي بيقولوا عليها، اللي في النص، اللي هم العاليين ولا اللي هم اللي تحت المستوى. اللهم لك الحمد، مستورين في النص كده. ربنا ساترها معانا، وجوزي شقيان وطلعان عينه من صباحة ربنا، ما بيجيش الا بعد الفجر تمام. بابا هنا. فالمهم جبنا، قالوا بقى قدم في الام مشاريع الاسكان بتاعت البلد، بتاعت الدوله. هنا كنا في اكتوبر، جينا بقى حدائق اكتوبر اللي هي ايه، اسمها حدائق اكتوبر تمام. حته صحراء كده لسه جديده، ما فيهاش طبعا خدمات كتير، ما فيهاش امكانيات كتير، بس مش مهم. المهم قعدنا نعمل جمعيات وطفحنا الدم، وجمعيات، وجمعيه فوق جمعيه، وي 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 لحد ما عدت سنين. لحد ما عرفنا نيجي هنا. جينا، عايزه اقول لكم، استلمنا الشقه، انا اسفه في التعبير، ما رحيد تمام. جينا لقينا الشقه اللي دافعين فيها تقريبا نص مليون جنيه، طبعا بالتقسيط يعني، دفعات تمام. هي مش رخيصه، ويعني مش مجان، مش حاجه كده ادوها لنا بالمجان، ولا حاجه كده رخيصه. لا، ده احنا دافعين فيها دم قلبنا. بقول لكم جمعيات، جمعيه فوق جمعيه فوق جمعيه فوق جمعيه، لحد عشان عايزين نعمل شقه كويسه لاولادنا، وحته كده تبقى انت قاعده مرتاحه نفسيا وانت قاعده فيها تمام. جيت الصحراء، ما هي صحراء، قلت مش مهم. طبعا ما بنعرفش نتحرك الا بالعربيه، مش مهم. ما بعرفش اروح ولا اجي الا بجوزي، لان الدنيا صحراء، ومفيش امكانيات، مفيش خدمات، مفيش حتى تكاتك كل لما تلاقي توك توك كل فين وفين. جوزي طبعا في مشقه عليه في مروح انا، انه يودي انا المدرسه، وانه يجيبها كل يوم، والكلام ده كله يعني. ومش لاقيين باص ان هو ينفع مع دروس هنا يعني. لو باص ينفع يوديها ويجيبها، طب الدروس، فبيضطر يستناها. ما يروحش شغله الا بعد العصر بشويه، عقبال ما بيودي هنا ويجيب. عايزه اقول لكم، جيت اتصدمت بحاجات كتير. الاقي قطعان ميه، اللي متابعني عارف وهيشوف في فيديوهاتي ان انا بشتكي من قطعان الميه كل شويه، كل شويه ميه 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 تمام. بصوا انا مش عارفه والله، عايزه اوريكم. بصوا الشقوق، بصوا اللي فوق الباب دوت، انا مش عارفه اقرب لكم.
قلنا مش مهم، وبقيت وخزني يا ام هنا، وبقيت اخزن ميه واعمل ميه، والناس ما تعرفش تجيلنا، اقرب الناس لينا ومش عارف ايه، علشان مشاكل الميه، والميه ممكن تفضل قطع بالاربعه، وكانت مشاكل الموت على الميه. وصلنا دلوقتي بعد شكاوي وكلام ومش عارف ايه، انه ربنا كرم ايه، كرم شويه. بصوا ثواني كده، بصوا الشقوق، بصوا الشقوق، انا عايزه اوريكم حاجه. الشقه كلها، الشقه كلها شقانا وتعبنا، شقانا وتعبنا، جمعيات، جمعية فوق جمعية. ما احنا مش وارثين، ده احنا ربنا على العالم، شقانا تعبنا، القرش فوق القرش، جمعية فوق جمعية، عشان نوفر لينا ولعيالنا مكان لائق يعني. او كنت بقول عليها شقة العمر. انا اسفة، سامحوني، سامحوني على انهياري، تمام. ده انا كده ايه، بس انا قلت لازم اوريكم والله اللي بياخد شقة في المشاريع الجديدة دي وطلعان عينه ويحط قرش فوق القرش، ده انتوا هتصدموا. انتوا شفتوا حاجة؟ ده الحاجات دي اللي لسه جايين يركبوها لنا النهارده، علشان في خطورة انه ممكن الشقة بقى لو اعلم تنهار ولا ترميم، سواء حتى لو الشقة ما نهارتش وهيرمموها لنا. الشقة، عايزة اقول لكم الشقة ضيقة، المساحة بره مهولة، اللي هي بره في الجرد يعني، عاملين مساحة مهولة بره، وعاملين الشقق في مساحات ضيقة جدا، طبعا عشان يوفروا في الاصلاحات وفي التوضيب بتاعهم. التوضيب الزبالة اصلا، جايين اصلا لاقيين توضيب ما يعلم به الا ربنا. انا مش بتاعت مشاكل، ولا بحب المشاكل على فكرة. بصوا فوق بصوا الشقوق، بصوا الشقوق حتى فوق الباب، بصوا اهو. بصوا شايفين الشقوق، الشقوق في كل حتة، تمام. الشقوق في كل حتة في الشقة، وسعت بقى بطريقة مهولة كده. ده اللي هم جم عملوه النهارده، مش عارفة بيحطوا ايه علشان يشوفوا الحاجات ايه، الشروخ هتوسع بزيادة ولا لا، انا مش فاهمة حاجة. بصوا البياض، بصوا شقة عمرنا، بصوا الحيطة بقت عاملة ازاي، بصوا شقنا، بصوا فلوس الجمعيات، الجمعية فوق الجمعية. وشقى جوزي من صباحة ربنا لحد وش الفجر ما يرجعش بيته الا وش الفجر. بصوا يا جماعة، بصوا المصيبة، بصوا ده الليفنج، تمام. اهي ركنتنا اهي اللي احنا انا عايزة اقول لكم، انا كنت دايخة في الشقة لحد وهنا ما جت تمشي على المدرسة الصبح، تمام. بصوا انتوا متخيلين الشروخ بصوا عميقة ازاي. كل ده يا جماعه بصوا يعني كانت شروخ زي اللي بره ديت اللي وريتها لكم فوق الباب، بسيطه خالص، زي اللي رفيع ده مثلا. كل شويه نلاقي الشروخ توسع بالطريقه دي لحد ما يحصل هدد. ده الليفنج يا جماعه. بصوا، استنوا، انتوا شفتوا حاجه؟ بصوا ورا الستاره، ثواني كده. بصوا يا جماعه، بصوا يا جماعه ورا الستاره اللي انا عاملاها عند الشباك، بصوا الهدد واللي ورا الركنه ده. انا لو انا قادره، لو فيا صحه ان انا اشد لكم ورا كل حته في الشقه بطريقه مهوله، كل حته في الشقه، مفيش حته في. بصوا هنا، بصوا المكتبه يا جماعه، بصوا المكتبه، بصوا اهو، بصوا الشرخ واصل لمنين، بص اهو تحت الشاشه اهو، بص تحت الشاشه، الشاشه اهي، بص لحد تحت اهو، بصوا نازل لفين، انتوا متخيلين؟ شوفوا شقة عمرنا، شوفوا، شوفوا الجمعية فوق الجمعية، ما انا بوريكم برضو، ما ايه. بصوا هنا اهو اوضه النوم، اوضه الاطفال دي. استنى عايزه اوريكم الاضاءه جامده. بصوا اهو، صلوا على النبي كده. بصوا المشاريع. بصوا انا شقتي، انا ما كملتش في شقتي حاجه يعني، دي تقريبا تاني سنه ولا حاجه لهنا في المدرسه. بص، هنا جت في سنه 5، هنا السنه دي دخلت اولى اعدادي، يعني دي بادئين في تالت سنه. بصوا اهو، بصوا واللي ورا الدواليب. بصوا المهزله، وبصوا المهزله اللي انا فيها. اوضه النوم مش عايزه اطول عليكم بقى. بصوا اهو، بصوا الناحيه التانية اهي، في كل حته. دي شقه لسه مستلمينها بقالنا سنتين ولا داخلين في تالت سنه. وبصوا احنا ما كناش مستلمينها كده. هو احنا كنا مستلمينها كده؟ احنا ما كناش مستلمينها كده، ما كناش مستلمينها كده. دي كده الاوضه اللي بسميها انا اوضه الغسيل يعني، بقى كانت منور كده، عملتها بقى، حطيت فيها الغساله، وديكوا شايفين الدربكه. انا حالي الدنيا متدربكه عندي.
جيت هنا انا مش عارفه بقى، هنا نايمه في الاوضه، مش عارفه اوريكم اوضه النوم. اوضه النوم زي اوضه الاطفال وانيل بقى، تمام. وادي اهو، وفي على فكره ورا النيش، وادي اهو. بصوا ده بره، ده بره اهو، ده بره اهو في الانتريه بره. بصوا، هما لسه جايين عاملين الحاجات دي النهارده. انا بقول لكم شقيانه في الشقه لحد الصبح، بنضف فيها. عايزه اقول لكم خليتها حلوه. انتوا اللي متابعني عارف، وعارف ان الواحد بيحب كده المكان يبقى نضيف حواليه. ولو شويه تراب مش موجودين، ولسه مصبنا الانتريهات ومصبنا الركنه والكلام ده كله، وابص الاقيهم جايين لنا بكل بساطه. الدنيا بصوا اتدربكت. بصوا، طب حتى لو احنا دلوقتي، انا مش فاهمه حاجه، انا مش فاهمه حاجه. انتوا مسلمينها، جينا يا جماعه نستلمها، يعني تقريبا البياض زي الزفت، البياض زي الزفت. مفيش بياض اصلا، مفيش حاجه. السيراميك بتاع الحمام تشيليه تلاقي ميه، الرمله مليانه ميه، يعني الميه تفتحي السيفون تلاقي الميه تخر. كان في شقوق كده في البياض بتاعهم وفي المحاره، بس مش بالطريقه دي. كل حاجه في الشقه بايظه، يعني مسلمينا الشقه، انا اسفه، شقه ما يتقعدش فيها يعني الا المضطر. فطبعا اضطرينا ان احنا، ما احنا عايزين بقى، انا عماله اقول شقه العمر، وعمالين من قبلها نرتب ونعمل جمعيه فوق الجمعيه، والكلام ده كله. فقلنا بقى بس شقه العمر مش خساره فيها بقى شقه ولادنا، وهنقعد فيها وخلاص بقى. وجنب شغل جوزي بياخد مثلا يجي ساعه الا ربع في المروح والمجي كل يوم، بس اهون ما كنا هو في حته واحنا في حته. وفي مشاكل بقى كتير بسبب الموضوع دوت، ومفيش استقرار كده، وقاعده لوحدي انا على طول. هنا برضو الواحد قاعد لوحده، اللهم لا اعتراض. وصحرا جيت لقيتها مش مهم كام سنه يا بنتي وهتبقى حلوه والخدمات مية مية، اللهم لك الحمد. واحنا كنا نطول ناخد شقه في اكتوبر حلوه حلوه، ده واخدين فيها يجي نص مليون، مش مهم، ما هو بالتقسيط وربنا يكرم، وقسط ورا قسط ومفيش مشكله. طب يلا، وقدمنا على ادفعوا فلوس عشان الكهرباء، ادفعوا فلوس عشان الغاز. مشاكل بقى، عايزه اقول لكم مصاريف موت من قطعان الميه كل شويه. وقعدوا هنا الناس يعملوا تشبه مظاهرات ولحد ما الجهاز استجاب، ولا الدنيا استجابت، ولا الناس المسؤوله. انا هنا في حدائق اكتوبر، في مشاريع حدائق اكتوبر الجديده يا جماعه، عشان اللي بيقدم فيها وفرحان وجاي، ولا هيصرف القرش على القرش ويجي يفكر. انا بقول لكم، انا منزله الفيديو ده برضو توعيه، والله علشان برضو المصيبه اللي حصلت لي ما تحصل. عشان ما او هتقعدي فيها، اقعدي فيها زي ما هي لحد ما تشوفي هيحصل ايه. ما تحطيش القرش فوق القرش وتحويشه عمرك وجمعيه فوق جمعيه عشان تعملي مكان كويس لولادك، او شقه تعرفي تقعدي فيها. وتيجي بقى بعد كده تلاقي ما فيش ميه، تلاقي النور يقطع، تلاقي الميه كل شويه قطع. جت علينا ايام الميه كانت بتقطع تقريبا بال 24 ساعه، تيجي ساعه ولا حاجه ولا ساعتين. واللي متابعني يدخل في الفيديوهات ويشوف فيديوهات قطعان الميه والمشقه اللي احنا فيها، ونبوس ايدينا وش وضهر ونقول الحمد لله. معلش يا بلد، الحمد لله. احنا كنا فين يعني؟ الحمد لله، ما يجراش حاجه يا ناس. بصوا هنا كمان، بصوا ورا الستاره من الناحيه دي برضو. بصوا انتوا شايفين الشقه كلها يا جماعه، الشقه مهزله، الشقه كلها بصوا عامله كده مبرقعه كده ومليانه. وكل عايزه اقول لكم كل ما ده تريح، تمام. بصوا الشقق واصله لفين. انا اوريكم اوضه الاطفال، وده الشقه كلها كده اهو. اوضه النوم بنفس الطريقه دي وانيل بقى. بصوا الاوض اصلا ضيقه زي ما انتم ما شايفين، زي ما شفتوا كده. الشقه مش واسعه، سايبين المساحه بره مهوله، والشقه عاملينها لنا كده اهو على قد اوضتين. وعلى فكره انا اللي عامله ترتيبات هنا، الشقه ما كانتش كده يعني. انا اللي فاتحه، فتحت الصالتين، هما كانوا صالتين، وعملت المطبخ المطبخ دوت، وفتحت المطبخ برضو. كل ده علشان ادي مساحه، على فكره عشان الشقه برضو، لو الناس اللي قاعده فيها بالوضع ده دلوقتي الشقه ضيقه. عامل ايه بقى عشان اوسع، تمام. شقه العمر بقى ومش خساره فيها وهوسع. فتحت بقى الصالتين هنا على بعض، تمام. عملت فتحت المطبخ كده وعملته امريكاني زي ما انتوا كده شايفين. وفتحت كل ده علشان ادي مساحه، علشان الشقه ما تبقاش ضيقه،
تمام، علشان الشقة تبقى كويسة والناس حد يجي لنا نعرف نستقبله والكلام ده كله. واللي انتوا شايفينه ده كله طبعا شقة عمرنا وتعب جوزي ليل ونهار. والجمعية فوق الجمعية عايزة اقول لكم خدت اللي ورانا واللي قدامنا. ما انا زي ما بقول لكم احنا مستورين يا جماعة. اللهم لك الحمد، ربنا سترنا، احنا ناس مستورة بسبب شقة جوزي وتعبه من اول صباحة ربنا لحد ما بنيجي ننام، وهو بيروح شغله وورشته وبيفضل كده محني ظهره. تخيلوا كل طول اليوم بيجي على الفجر، يعني تقريبا ما بنعرفش ما بيقعدش معانا تقريبا. لو حتى يوم الاجازه ما بياخدش اجازات، لو عرف ياخد اجازه يوم لو رايحين في حته هنا ولا هنا، غير كده واحنا قاعدين ما بياخدش اجازات خالص. شغله وكل قرش طبعا عشان يوفروا لعيالنا. عشان كده ربنا سترنا وربنا كرمنا، وجمعيه فوق الجمعيه وشقه عمرنا كله عشان نعمل الشقه دي لاولادنا. تمام كده. وزي ما انتوا عارفين انا ست، انا يعني ايه، اللي عارفني انا، يعني انا هقول لكم ايه، بس انا اسفه على حاله الارتباك اللي انا فيها. انا مش عارفه اجمع ولا انا محضره الكلام اقوله. انا كنت منهاره وعماله اعيط والله العظيم، والله العظيم انا عامله الفيديو ده علشان اوعي الناس، علشان اوعي الناس اللي واخد شقق في اي مشاريع تبع الدوله في اي حته في الدنيا يتاكد ان هي شقق كويسه قبل ما يدفع دم قلبه فيها ويفتكر ان خلاص مأساته اتحلت وانه خلاص هيبدأ يعيش، يلاقي المصايب نازله فوق نافوخه وتبقى الشقه اللي دفع فيها دم قلبه راضي يبقى في الصحراء، راضي يعيش في حته ما فيهاش خدمات، راضي مش عارف. انا قاعده في بيتي ما بعرفش اروح ولا اجي، انا مربوطه زي ما بقول لكم كده. طبعا جوزي شغال اليوم كله، علشان كده يمكن عملت القناه اللي انتوا بتشوفوها. انا واحده معايا لسانس حقوق، يعني ما بشتغلش، كنت قاعده لاولادي والكلام ده كله. جيت هنا في الصحراء بعيده عن كل حد انا اعرفه، لا ليا انا كمان مش اجتماعيه، لا ليا جيران ولا ليا اصحاب، يعني انا علاقاتي محدوده خالص. تمام كده. انا بطبعي ست علاقاتي محدوده، ست مش اجتماعيه. فخدت موضوع القناه كشغل من البيت، كشغل من البيت وحاجه ممكن تدخل لي فلوس. بقى عملت القناه علشان حاجه ممكن تدخل لي فلوس. وعن طريقها انا برضو بنتي لقيت بنتي موهوبه، عندها موهبه، فحبيت برضو ان انا انملها موهبتها. وواخدين ان انا وانتي يا نونو بنشتغل من البيت، ان انا اخلي بنتي تعتمد على نفسها. عايزه اوقفها على ارض صلبه في زمن ربنا اللي عالم فيه ايه. بعلمها. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. مش سايبه بنتي وبذاكر لها، وبنتي من الاهانه من الاوائل كل سنه اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي. بسبب تعبي معاها وحنيان ظهري عليها ومذاكرتي معاها. من ناحية تانية عايزة بنتي تقف على أرض صلبة، عايزاها تبقى في زمننا ده اليوتيوبر دي شغلانة، مهنة ممكن تدخل فلوس وانت قاعدة في البيت، ممكن تسندك، ممكن تحس ان انت مش مسدودة على هوا، ممكن تنفعي عيالك. انا اسفة بس انا تعبانه لما تلاقي شقه امك، حطيتي شقه امك في شقه، شقه امك حطيتي في شقه وتلاقي المهزله دي. مطلوب مننا ايه دلوقتي؟ انا مش فاهمه حاجه. سامعه الناس عماله تقول ده ممكن يبقى فيه خطوره، ممكن يخليكوا تسيبوا. طب ونسيب؟ طب خير، وافرض سيبنا الشقه يا جماعه وشقة عمرنا اللي في الشقة، احنا واخدين الشقة مراحيض زي ما بقول لكم. عملنا جبس وعملنا إضاءة وعملنا وفصلت الأنتري والركنة، حتى أوضة الفلوس بتاعت الجامعات ما كفتش، ما عرفتش اعمل اوضه نوم واوضه اطفال جديده زي ما كنت بحلم وبتمنى. بقول مش مهم يا بت ده الاوض، المهم انك عملتي بره، جددتي، عملتي حاجة، طلعتي خطوة لقدام. حتى جوزي يبص يلاقي ده شقة ما بيروحش هدر. خدنا شقة في أكتوبر وده كان حلم طبعا بالنسبة لنا، بس زي ما انتوا شايفين كده مشروع من مشاريع حدائق أكتوبر، مشاريع المساكن بتاعت حدائق أكتوبر. تمام. الله أعلم بالمشاريع التانية. تمام. لما بيبقى معاكي فلوس
اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. بتنقي على عجب عينك وبتروحي وبتجيبي وبتعملي، بس انت بقى مضطرة ومجبرة تاخدي بقى تبع الدولة وتبع المساكن، والمفروض اللي هي مساعدة للشباب والحاجات دي. انت بتستلمي الشقة مراحيض، تقعدي بقى مراحيض. تمام. ميه نازله، مفيش ميه، مفيش سباكه. شقوق زي كده وانيل، انت فاهمه. جبنا بقى نقاش وجبنا محار، ومحرنا وعملنا وسوينا وبيضنا. بقولك دفعنا اللي ورانا واللي قدامنا في الشقه دهيت. تمام، علشان تبقى شقه لعيالنا، وعشان يبقى خير وما يجراش حاجه لما تحسي بقى ان الشقه بتاعتك انت ممكن. واستحملي بقى، استحملي وحده، استحملي. مفيش خدمات، مفيش اي حاجه، مفيش اهل، مفيش ناس، انت عايشه لوحدك ل 24 ساعه. تعملي وتسوي وزي كل ام كده، وتربي وتطبخي وتغسلي وتعملي زي ما بقول لكم. لقيت القناه بقى، لقيت ناس محترمه، لقيت عايزه اوقف بنتي على ارض صلبه، حسيت ان عندها موهبه عاوزه ادعمها. تقريبا انا داخله في السنه التانية، يا دوبك بدات الناس ان هي تعرفها انا، وان هم يدعموها ويشوفوا قناتها. وطبعا يعني عن طريق محتوى راقي. انا ما بعملش الواحد يعني عمره ما يعمل حاجه مبتذله ولا حاجه مش مظبوطه. انا ساعات كده بعمل معاها فيديوهات بساعدها فيها. ساعات روتينات بتاع حاجات بسيطه خالص. لكن القناه انا عاملاها لبنتي علشان من دلوقتي ابقى انا ماشيه معاها زي ما بيقولوا. تعليم وشغل في نفس الوقت. انا بوقفها على ارض صلبه. هي بنتي وحيدتي، ما عنديش اللي هي وحمزه بعد كده جبته بعد هنا بعد 9 سنين. ما عنديش غيرهم. فعايزه في زمن وحش قوي، زمن وحش قوي. انتوا عارفين الزمن عامل ازاي، وانا مش محتاجه اقول لكم. والدنيا بقت ماشيه ازاي، والاسعار ايه، والناس عايشه ازاي، والمصايب اللي احنا فيها. يعني اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد يا رب. انا لا بتاعت مشاكل، ولا انا واحده بتحب تعمل مشاكل، ولا انا. بس انا يا جماعه، انا انتوا مصدقين اللي انا فيه؟ انتوا مصدقين الكارثه اللي انا فيه؟ انتوا مصدقين الشروخ واصله لحد فين؟ بصوا 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 الشروخ، بصوا 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 معايا كده. بصوا يا جماعه، بصوا. الشقه دي انا لسه عاملاها الصبح يا جماعه، لسه عاملاها الصبح. هم جم الشقه بقت بالطريقه دي. بصوا 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 العمق بتاعت، انا اسفه. بصوا العمق بتاع الشروخ. بصوا اوضه النوم مهزله، اوضه النوم صغيره اصلا ضيقه. المفروض ان انا اعمل ايه دلوقتي؟ بنتي في عز المدارس. تمام. انا اللهم لك الحمد، انا اصلا في موجة عيا. واللهم لك الحمد، اللي عارفني عارف ان انا اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. صحتي على قدي يعني. بقى اللهم لك الحمد يا رب. يعني بالذات الايام دي انا ربنا اللي عالم بيا. وكانت الناس جايه شايفاني علشان انا كنت تعبانه. طب طب يعني علشان اعمل الشقه اخدت يوم بحاله. عارفين اللي هو اعمل واقعد، اعمل واقعد، مش عارفه. وهنا لو في مذاكرتها. انتوا فاهمين؟ انتوا فاهمين؟ انتوا شايفين اللي انا فيه؟ شايفين اللي انا فيه يا ناس؟ المفروض ان انا مطلوب مني ايه دلوقتي يا ناس؟ مطلوب مني ايه؟ ان انا اعمل ايه؟ الدواليب بقى تتفضى، والعفش دوت دي فين؟ علشان الناس بقى، الناس جايه ترمم. هم الناس صراحه استجابوا يعني، ما تاخروش والله. جم على طول وجم حطوا لنا العلب السجاير اللي انتوا شايفينها دي، اجهزه بيحطوها كده. انا مش فاهمه، انا مش فاهمه. علشان يعرفوا عمق الشروخ، او الشروخ مثلا دي قبله اللي بره دي، ان هي توصل لكده. وبيقولوا ناحيه من العماره. انتوا متخيل يعني ناحيه كويسه والناحيه التانية فيها برضو دفوهات، بس الناحيه دي بقى اللهم لك الحمد. وقليل الحظ يلاقي العظم في الكرشه زي ما بيقولوا. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. اللهم انا راضيه، انا راضيه، انا راضيه والله. انا مش معترضه على قضاء ربنا ولا على، انا معترضه بس على قله الضمير. انا معترضه على الغلب اللي بقينا فيه، على انك تاخدي شقه وتدفعي شقه عمرك علشان قله ضمير مهندس، ولا قله ضمير عمال، ولا ناس مش مهتمه، ولا مش مهتمين، ولا حاسين بيكوا، ولا حاسين الناس جايبه الفلوس ازاي، ولا الناس شقيانه بيها ازاي. تمام. يتعمل فينا كده. انتوا بصوا الحيطه مقسومه ازاي، انتوا متخيلين معايا الحيطه انتوا لما بنقعد هنا يا جماعه الشروخ دي بتطلع لنا هوا. دي كده راحه على البلكونه، البلكونه متدمره. انا مش عايزه اوريكم البلكونه دي كده. تيجي تقعدي هنا دي مدخله لك هوا. انت متخيله بقى؟ جايه لك هوا، ما انت في صحراء بره. دي واصله للبلكونه. يعني انت قاعده هنا، بص انا داخل لي هوا، انا داخل لي هوا ساقع.
يعني ديت خلاص ما هتنهار دي كده. بصوا اسمان هتنهار خلاص اهي، هتنهار. يعني دي خطوره، يعني انا قاعده اصلا خايفه كمان، ما انا ممكن الاقي الشقه ديت هوب وقعت عليا. المفروض ان انا اروح فين دلوقتي؟ اودي عفشي فين؟ اعمل ايه؟ افضي دواليبي ازاي؟ انا يعني بيقولوا لي هم حتى بيرمموا لي. طب من الاول ما بتراعوش ربنا ليه؟ ما بتراعوش ضميركم ليه؟ انتوا مش مدينا الشقه ببلاش، انتوا مش مدينا الشقه ببلاش، انتوا مش مدينا الشقه ببلاش يا ناس. خدوا بالكم يا جماعه، لا ومدينا الشقه ما يتقعدش فيها، تقرفي انك تقعدي فيها، ما بيقعدش فيها الا المجبور. غير ايه؟ جيب حديد وحوط، ما احنا في الدور الارضي كمان، الشقه جات لنا في الدور الارضي، اللهم لك الحمد يا لا، وبصنا ايدينا وش احنا طايلين، ما يجراش حاجه. ايه يعني في الدور الارضي؟ ايه يعني واخدينها مراحيض؟ ايه يعني هنعمل سباكه من الاول وكهرباء من الاول ونقشه من الاول ومحاره من الاول؟ ايه يعني؟ ايه يعني يا بنت؟ هتبقى شقه العمر. كوعي يا بنت، خدي شقه جوزك كله، خدي الجمعيه ورا الجمعيه اللي لحد دلوقتي مدبوح وهو بيدفعهم. ما انتوا بقى، ما انتوا لازم تفهموا، ما انتوا لازم تعرفوا. يعني لا الشقه كده شقه، انا بصوا تعبنا فيها، بصوا تعبت فيها، فرحت بيها، ما لحقتش افرح بيها. الشقوق من ساعة ما بدأنا لسه يا دوبك قعدنا بدأت الشروخ شوية، ما يجراش حاجة، ده بتريح، بس احنا في الدور الأرضي شوية بشوية لحد ما انتوا شايفينها. بصوا عمق الشروخ، انا وريتكم اوضه الاطفال واللي بره اهو في كل حته ورا النيش، انا مش عارفه ازقه لكم من تحت خالص ورا الركنه. لو انا زقت لكم الركنه اعمل ايه يا ناس؟ اعمل ايه؟ حد يقول لي. خدوا بالكم يا ناس اللي واخدين شقق في مشاريع. انا هنا في حدائق اكتوبر، سواء بقى في حدائق اكتوبر او في اي حته تبع الدوله تبع الحكومه، ما ترميش شقه عمرك فيها، ما ترميش شقه عمرك فيها لما تتاكدي انك مش هتاخدي فوق نافوخك. مش شقه عمرك هتشوفيه بينهار قدامك، حطيتيه في شقه ولاقيه بينهار قدامك. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. مش هقول اكتر من كده. يا رب انت حسبي وانت وكيلي، حسبي الله ونعم الوكيل.